أعلنت دولة الكويت عن تطبيق قانون الإفلاس رسميا، وذلك بعدما قد وافق داخل دولة الكويت البرلمان الكويتي بشكل لا نقاش فيه على قانون الإفلاس بالدولة. ويأتي ذلك بسبب أن يساعد الشركات المتواجدة والمتعثرة ماليا بالكويت من أجل أن يمنحها حماية قانونية تامة ليتيح أمامها المجلس خيارات متعددة، وذلك قبل إشهار الإفلاس. جاء في نص رسمي حسب تصريحات وكالة الأنباء الكويتية كونا أنه رسميا القراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتا داخل المجلس الكويتي، ويأتي هذا مع رفض 7 أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين بالمجلس. إقرار القانون كما كشفت البورصة الكويتية رسميا عن وقف تسييل أسهم بنك بوبيان بالدولة، حيث أوضحت هيئة السوق المال بالدولة أن إيقاف التنفيذ للسهم جاء بناء على قرار قاضي الإفلاس الصادر بتاريخ 8 أغسطس الحالي. كشف الحساب الرسمي لمجلس الأمة على منصة تويتر معلنا عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بدولة الكويت عن قوله إن قانون الإفلاس بالدولة سيساهم بشكل كبير في تقوية الاقتصاد الوطني للكويت، والتعديلات التي قد قدمت عليه قد بلغت إجمالي 102 تعديل، وتؤدي إلى قانون أكثر حصانة من السابق، حيث قد احتوى القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركة المتعثرة بدولة الكويت أو التجار المتعثرين في السداد ماليا. أولهما التسوية وقائية، والمخرج الثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة داخل الدولة.